دلوقتي المطاعم السورية في مصر حلو حلو. كل ما تمشي في شارع تلاقي مطعم واتنين وتلاتة واربعة مطعم سوري. ما عنديش مشكلة انك يعني في كل حتة يبقى في مطعم سوري. هم اولى من اي حد، احنا خدامينهم يعني، ينورونا وفوق راسنا وهم حبايبنا وكل حاجة يعني. خدامك انا يعني. سؤال دلوقتي، لما امشي في كل شارع الاقي خمس ست مطاعم سوري، وكل مطعم سوري كل مطعم سوري فيهم 99.9 عمالة سورية، ويروح يجيب لك الهيد بتاعهم واحد مصري. طب الشباب المصري يشتغل ازاي؟ طيب قولوا لي كده. طبعا انا بفتح موضوع كله خايف يتكلم فيه، يعني كل الناس عاوز تتكلم فيه وخايفين. النهارده بلح الشام، سكر الشام، عنب الشام، كرم الشام، العطاره السوريه، العطاره مش عارف البتنجانيه، كله سوري سوري سوري. كرم، العطاره، مكيفات سوريه، شرب سوري، كل حاجه سوري. طب احنا النهارده الشباب المصري يشتغل ازاي؟ 90% من العمال، يعني لو مطعم قوة عمالته 40 50 بني آدم، هو فيه 45 بني آدم منه سوري، وفيهم واحد ولا اتنين بس مصري. كتير يا جماعة. طب احنا بنقول الناس دي ضيوف عندنا، ماشي، احنا خدامينكم والله وفوق راسنا وناس محترمة وكل حاجة، بس ده كتير. يعني يبقى مطعم، ده في براندات هنا يا جماعة فيها الواحد عدد الناس اللي شغالة فيه 80 و90 بني آدم، بتلاقي مثلا 60 70 بني آدم منهم سوري. قيس بقى على مستوى جمهورية مصر العربية، كل سلسلة المطاعم دي كلها سوريين. المصري النهارده يشتغل ازاي؟ الشباب الصغير يشتغل ازاي؟ طب احنا كنا زمان نسمع ان العيل من دول في المدرسة وبيساعد والده ووالدته ويشتغل. الكلام ده مبقاش موجود. كنا نسمع الاول ان العيل من دول ياخد الاجازه ينزل يشتغل، الكلام ده مبقاش موجود. كنا نسمع الاول ان العيل من دول يخلص دبلوم يجري على المطاعم بس بوي ويتر ويبدا يشتغل، الكلام ده مبقاش موجود. ليه؟ لان المطاعم الموجوده دلوقتي مطاعم مصريه بتنقرض. يعني اللي ماسكين حيلهم وشادين حيلهم دلوقتي قصر الكبابجي، المنوفي، صبحي، درويش، اسامي قليله. لكن كل دلوقتي كرم الشام، ابن الشام، عنب الشام. ده اجمل حاجه شفتها النهارده انا بقى الالعاب الرياضيه بقى، ده مش عارف ايه الالعاب الرياضيه الشاميه حاجه كده تقريبا يعني. ايه هي الالعاب الرياضيه الشاميه دي ان شاء الله؟ يا جماعه ما مش عايزين يعني، لازم يكون في وقف وحياه ربنا. احنا مش عارفين نشتغل، احنا مش عارفين نشتغل. يعني انت وبعدين إيه بقى؟ تيجي تدور على المصري تلاقيه بياخد مرتب اقل من اللي بياخده السوري. يعني انت بتستثمر. طب احنا بنقول الناس دي ضيوف عندنا اللي هم مش قادرين، يعني الدوله بتشيلهم وبتساعدهم، ومصر فاتحه ايديها لكل الناس، ماشي. لكن ده كل اللي جاي على مصر من السوريين رجال اعمال، ورجال اعمال داخلين بياخدوا الصنعه كلها مننا. يعني الصناعه كلها بتاعت المطاعم دي هم خدوها. ولا بيأمن عليك ولا بيديك تأمينات ولا بيديك حوافز ولا بيديك أرباح ولا أي حاجة، وبيشغلك 10 12 ساعة، وتلاقي جنب منك السوري بياخد أكتر منك. وبعدين المطاعم بقت فرقتين، مصري وسوري. المطاعم بقت مصري وسوري، بقت خناقة جوه المطعم دلوقتي. وكل يوم براند جديد يفتح سوري، كل يوم براند جديد. يا جماعة احنا وحشتنا كلمة حياتي الكبابجي، وحشتنا الكلام ده. بقى كله سوري سوري. وبعدين احنا بقى ثقافتنا كلها الحمد لله رب العالمين كلها بقت سوري. يعني الكلام ده جديد علينا يعني. والله العظيم ثلاثة، أنا بتكلم بلسان ناس كتير على فكرة، وكل الناس شايفة الموضوع دوت ومحدش عاوز يتكلم فيه. احنا تعبنا، فرص كل يوم بتقل علينا، فرصنا احنا بتنعدم خالص. هو بيفتح المطعم أولوية طبعا بالنسبة ده. أقول لك على حاجة، واحد مصري امبارح فتح مطعم منزل إعلان يمكن كلكم شفتوه، مصري، قال لك أنا عاوز العمالة كلها سورية. طب ينفع؟ قال لك الكاشير، حتى الكاشير عاوزه سوري. طب ازاي يا جماعه؟ عارف هو عاوز الكاشير سوري ليه؟ عشان المصداقيه، لما الزبون يتصل يلاقي اللي بيكلمه لغته سوري. يا صلاه النبي يا اخويا فرحتي. ازاي يعني الكلام ده؟ طب واحنا نعمل ايه يعني ان شاء الله؟ الشباب الصغير ده يعمل ايه في الغلو اللي احنا فيه دوت؟ والناس تعمل ايه يعني؟ احنا عاوزين حل، عاوزين نقارن الموضوع ده. احنا شويه شويه يا جماعه مش هنشتغل. الشباب المصري بقى كتير،
وكلهم قاعدين على القهوه بيتفرجوا على الماتشات، وكلهم قاعدين على الرصيف. طب احنا هنكفي ده كله منين؟ حرام. احنا نعمل ايه طيب؟ قولوا لي احنا نعمل ايه لما كل يوم براند جديد بيفتح؟ طب انا اعرف اللي جاي لاجئ، او اللي جاي مثلا جاي مصر ضيافه، بيجي يعيش وبتاعه في وسطينا، بيشتغل عامل زينا، لكن كل اللي جاي بيفتح. ما انت النهارده بتفتح بتقل فرصنا احنا، الثقافه بتاعتنا احنا بتختفي، المطاعم بتاعتنا احنا، الهويه بتاعتنا احنا، بتاعت المطاعم بتاعتنا احنا بتختفي. طب احنا عايزين حل. طب هنحل ازاي؟ طب حلوا لنا كده انتوا، بالله عليك حلوا لنا انتوا الموضوع ده، عشان خاطر احنا ايه، انا بيقابلني ناس، انا الادمن بتاع صفحه وصف شيفات، اسماك متخصصه واسماك محترفه، بيجي لي كميه رسائل، الناس مش عارفه تشتغل والله، والله العظيم العالم ما عارفه تشتغل. طب نحلها ازاي؟ والناس بقى القديمه، الكبابجيه القديمه والناس بتوع المشويات القديمه، الحاجه عماله تضيق عليهم، كل يوم يفتح لهم مطعم كبير، وبعدين معاهم سيوله جباره، بينزلوا يفتحوا مطعم، يصرفوا عليه السوشيال ميديا، يصرفوا عليه الكلام ده. يعني مطعم، انا مش عاوز اسمي اسامي عينيها عشان بيصرفوا ملايين على الدعايه. يبقى راجل حياتي بقاله سنين في البلد وفجاه بيختفي. ما هو من ايه؟ من اللي بيطلع قصاد منه. احنا دلوقتي بقينا بنتفرج على التليفونات والسوشيال ميديا ونشوف الاعلانات ونشوف الكلام ده، والصوره بقت تكون اكتر من بقنا. قننوا لنا الموضوع ده وخلصوا لنا الحكايه ديت، عشان خاطر الشباب المصري هيجي عليه وقت مش هيشتغل خالص. والعماله السوريه ما شاء الله لو عملت حصر ليها هتلاقي 90% من العماله في المطاعم النهارده سوريه. وشكرا.